هدفك تزود وزنك او هدفكم ان انتوا تغيروا من نفسكم كلايف ستايل. مهم جدا لكل الناس اللي بتروح الجيم، ده نسبه السعرات اللي انا محتاجها في اليوم. لو انت ما بتعرفش تحسبها هسيب لك موقع هنا هتخش عليه ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس اللي بتروح الجيم وهدفها تزود وزنها او هدفها تخس. لو انت هدفك تزودي وزنك او هدفك تزود وزنك او هدفكم ان انتوا تغيروا من نفسكم كلايف ستايل، النهارده هعرفكم لو انتوا مش معاكم مدرب او ما انتوش عارفين تعملوا ايه في الجيم، النهارده هعرفكم ازاي تحددوا هدفكم اول ما تروحوا الجيم. اول حاجه انت لازم تحدد هدفك، لازم تعرف نسبه الدهون في جسمك كام ولازم تعرف ميزانك كام. اول حاجه هتروح لصيدليه كبيره وتعمل انبادي. الانبادي هو هيحلل لك نسبه الدهون ونسبه الميه وهيحلل لك كل حاجه في جسمك وهيعرفك انت محتاج ايه. نسبه الدهون عندك لو طلعت عاليه مثلا فوق ال 17% او فوق ال 15%، فانت كده محتاج تبدا تنشف الاول وبعد كده تبدا ايه تضخم عشان نسبه الدهون عندك ما تزيدش وانت بتضخم بشكل كبير. لو نسبه الدهون عندك تحت ال 15% او تحت ال 17%، فانت ممكن تبدا تضخم عادي مفيش اي مشكله. بعد كده عندك الخطوه الثانيه ان انت تبدا تعرف نسبه السعرات الحراريه اللي جسمك بيحرقها من غير اي مجهود. طب دي اعرفها ازاي؟ لو انت ما بتعرفش تحسبها هسيب لك موقع هنا هتخش عليه هتحط بياناتك وهيحسب لك نسبه السعرات الحراريه اللي انت بتحرقها في اليوم. طب لو انا شخص رايح الجيم هدفي ان انا اخس، بعرف نسبه السعرات اللي انا بحرقها في اليوم وببدا اعمل عجز عن نسبه السعرات الحراريه اللي انا بحرقها في اليوم. ببدا مثلا اعمل عجز 200 سعره حراريه وابدا ان انا امشي على النظام لمده اسبوع واشوف لو انا بخس تمام بكمل، وبعد كده ببدا اعمل كمان عجز 100 في 100 في 100 لحد ما بوصل للوزن اللي انا عايزه. طب بجرب اول اسبوع ولو انا ما بخسش ببدا اعمل عجز كمان 200 وهكذا لحد ما بوصل لايه للشكل اللي انا عايزه او لحد ما بوصل لنسبه الحرق اللي انا عايزها. ولو انا شخص هدفي ان انا اضخم ببدا برضه اشوف نسبه السعرات الحراريه اللي انا محتاجها اللي هو البرنامج هيطلعها لي، سواء مثلا 2500 سعره انا محتاجهم مثلا عشان جسمي ده نسبه السعرات اللي انا محتاجها في اليوم. ببدا ازود عنها ب 500 سعره، مثلا ادخل 3000، ببدا ادخل 3000 لمده اسبوع وابدا اشوف وزني على الميزان بيتغير او مش بيتغير. لو بيتغير تمام بفضل ماشي عليه لحد ما جسمي بيثبت، وببدا اعمل كل 14 يوم حسبه جديده لان جسمي بيتطور. طول ما جسمي بيتطور ببدا اغير النظام تاني. الخطوه الثالثه بعد كده ان انت تبدا تشوف الاكل اللي انت بتاكله ده عباره عن ايه. النهارده مثلا انا هفطر فطار مثلا 3 بيضات وهفطر مثلا بطاطس. بتبدا تخش على جوجل او بتبدا برضه تخش على البرنامج هسيبه لك على الشاشه، بتبدا تحسب البيضه دي فيها كام سعره والبيضه دي فيها كام سعره. انت مثلا بتدخل 3 بيضات، ال3 بيضات دول مثلا فيهم 100 سعره ده مثلا، والبطاطس دي مثلا فيها 100 سعره، فانت مثلا في الفطار بتفطر 200 سعره وهكذا. بتبدا تحسبها، مش شرط ال 200 سعره بس انا بديك مثل، ممكن تدخل 300، ممكن تدخل 400، محتاج مثلا عشان تخس 2000، فانت بتبدا تقسم ال 2000 دول على 4 وجبات كل وجبه 500 سعره. لو انت هدفك مثلا انك تخس ونسبه السعرات عندك عشان تخس 1500، فبتبدا تقسم مثلا ال 1500 دول على 4 وجبات. ودي كانت الخطوه الثالثه. يبقى انت كده عندك 3 خطوات علشان تعرف تحدد هدفك. الخطوه الاولى انك بتروح تعمل انبادي وتحدد نسبه الفاتس اللي عندك ونسبه الدهون. الخطوه الثانيه ان انت بتبدا تحسب نسبه الكالوريز اللي انت بتحرقها في اليوم وتعمل عجز عنها او زياده عنها. والخطوه الثالثه انك بتبدا تحسب الاكل اللي انت بتدخله وتبدا تشوف انت بتدخل من ايه. طب تبدا تحسبها ازاي؟ انت مثلا بتدخل 2000 سعره حراريه، لو انت شخص بتنشف يستحسن انك تدخل نسبه كالوريز اكتر من البروتين. طب دي اعرفها ازاي؟ برضو انت بتبدا تخش تعرف البروتين ده مثلا فيه كام جرام سعره، الوجبه دي فيها كام جرام بروتين، الوجبه دي فيها كام جرام فات، فانت بتبدا تحدد من هذا النطاق. بس كده يا جماعه، ودي كانت حلقه النهارده بتعرفكم ازاي تحددوا هدفكم داخل الجيم. لو انت شخص لسه رايح اول مره الجيم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان هنزل لكم فيديو جديد كل يوم، والفيديو الجاي هعرفكم ازاي تتمرنوا لو انتوا رايحين تنشفوا او رايحين تضخموا. سلام.